أواخر 2010 انطلقت سلسلة من المظاهرات في تونس. هذه المظاهرات أسفرت عن سقوط نظام زين العابدين، الرئيس التونسي اللي حكم مرحلة طويلة. سقوط نظام زين العابدين في تونس ما كانش النهاية، ولكن كان البداية لأحداث غيرت الخريطة في الشرق الأوسط وفي شمال افريقيا، وين سقطت بالتوالي العديد من الانظمه العربيه بسبب المظاهرات الشعبيه اللي انتشرت على الوطن العربي ككل، في ليبيا، في مصر، في اليمن. بزاف شافوا انه سقوط هذه الانظمه هو بدايه لعصر جديد، عصر من الديمقراطيه، من العداله، من الحريه. ولكن كان كاين العكس، الدول العربيه غرقت اكثر واكثر في الفوضى، وبزاف من هذه الدول ما قدرتش تخرج من مستنقع الفوضى والدمار. الانتفاضات اللي عرفت الدول العربيه رغم قوتها الا انها فشلت، وفي هذا الفيديو احنا نعرفوا الاسباب اللي ادت للفشل الربيع العربي. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كسرى. انا عبد الرزاق مفتاحي، واليوم راح نتكلموا على الربيع العربي. علاش فشل؟ ما هي الاسباب اللي خلات هذه الانتفاضات الشعبيه الكبيره في العديد من المناطق في الدول العربيه تفشل وما تحققش النتائج اللي كانت تطمح لها؟ الناس كانت حابه الديمقراطيه، حابه العداله، حابه الكرامه، ولكن السيناريو ما كانش كما كانوا متوقعينه، والربيع ولا خريف، وبذره الحياه اللي كانت الناس طالب بها اصبحت بذره الموت. هذا الفيديو حيكون عباره عن قراءه لمجموعه من التحليلات المفكرين. نعرض لكم تحليلات المفكرين وقراءات في الواقع العربي، ما هي الاسباب التي ادت لفشل الربيع العربي، وانتم احكموا وحدكم. في كتاب ذا أرب وينتر أو الشتاء العربي للمفكر الأمريكي نوح فيلدمان، هذا اللي هو أستاذ في القانون في جامعة هارفارد، ذكر مجموعة من الأسباب اللي أدت للفشل الربيع العربي. وين شاف أنه الربيع العربي اللي كان محاولة العرب للانتقال للديمقراطية ولا انتقال للفوضى والدمار. ذكر الأسباب الرئيسية لفشل الربيع العربي، وعلاش ثورة الربيع العربي ما قدرش تحقق المراد تاعها وما قدرش تحقق النتائج اللي كانت تطمح لها، اللي هي الديمقراطية، العدالة، الكرامة. نوح فيلدمان يشوف أنه السبب الرئيسي لفشل ثورة الربيع العربي سواء في مصر، في تونس أو أي في دول أخرى هو غياب المؤسسات اللي توجه الثورة وتعاود تبني الدولة. نوح فيلدمان شاف أنه العرب منقسمين فيما بينهم، هذا الشيء ما خلاهمش يتأطروا ويكونوا مؤسسات قوية اللي تقدر تنهض بالدولة فيما بعد، واللي تقدر تفرض أمر الواقع على نظام وتقدر تنظم الدولة وتعيد بعث الدولة من جديد. أعطيكم مثال، في مصر مثلا النظام تاع حسني مبارك أو النظام في مصر حكم لمدة 30 سنة، ثورة 25 جونفي اللي أسقطت نظام حسني مبارك، الانتخابات اللي فيما بعد وصلوا الإخوان لسدة الحكم، ولكن الإخوان واجهوا مجموعة من العقبات اللي ما قدروش بها يتمسكوا بالحكم وما قدروش يديروا استمرارية في الحكم. بداية كانت هو المواجهة القوية من المعارضة، يعني الإخوان المسلمين ما كانش راضي عليهم شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وبالتالي كانت كاينة معارضة كبيرة لهم سواء بسبب أفكارهم أو بسبب السياسات اللي اتخذوها الإخوان المسلمين. الشيء الثاني أنه السلطة أعادت إحياء نفسها، لأنه الشعب المصري غير واجهة النظام اللي هو حسني مبارك، ولكن مؤسسات الدولة المصرية ما كانتش جاهزة باش تتكيف مع هذا التغيير. يعني النظام المصري أو نظام العسكر في مصر أو المؤسسة العسكرية المصرية أعادت إحياء نفسها وكانت قوية لدرجة أنها أعادت للحكم، سواء تشوفها أنها أعادت بانقلاب ولكن هي أعادت للحكم. ونوح فيلدمان أعطى الأسباب اللي خلت الإخوان المسلمين يفشلوا في الحكم تاعهم وما يقدروش يديروا استمرارية في الحكم، ما قدروش يبقاو مثبتين في كرسي تاع الحكم. والسبب بالنسبه لنوح فيلدمان هو انه الاخوان المسلمين رغم انه الشعب المصري حاب التغيير، الشعب المصري كاره من النظام السابق، ولكن الشعب المصري عاد للنظام السابق. علاش؟ لانه بكل بساطه الاخوان المسلمين ما داروش مؤسسات قويه، هذه المؤسسات اللي تقدر تدير الحكم فيما بعد، وبالتالي وصول الاخوان المسلمين للحكم في مصر كان فقط هو رده فعل على الثوره ونتائج او حتميه من الثوره انه مجموعه من الناس يوصلوا للحكم، ولكن عدم بناء الاخوان المسلمين للمؤسسات اللازمه باش يقدروا يبنيوا دوله فيما بعد كان صفر، وبالتالي الاخوان المسلمين راحوا وعاد النظام في مصر انتاج نفسه. يعني بالمختصر بالنسبه لنوح فيلدمان ان الثوره ما راهيش فقط انه نخرجوا الشوارع نكسروا ونعيطوا باعلى صوت وفقط، ولكن هي تاطير مؤسساتي. اي ثوره في العالم لازم تتاطر باش تكون كاينه قابليه للاستمراريه وقابليه للمفاوضات، يعني ماشي غير تخرج برك بعد ما حققتش النتائج المرجوه، لانه الثوره من المفروض تكون فكريه قبل ما تكون ثوره شعبيه. السبب الثاني في فشل ثورات الربيع العربي بالنسبه لنوح فيلدمان هو تدخل القوى الدوليه والاقليميه. القوى الدوليه والاقليميه اللي دخلت نفسها في العديد من الدول العربيه ماشي باش تحل الصراع ولكن باش تضمن مصالحها، حيث انه نشوفوهم دعموا جهات على حساب جهات، وتدخل هذه القوى الاقليميه زاد الطين بالله وفقط. وكمثال ناخذ ليبيا اللي دخل فيها حلف الناتو اللي ساعد على سقوط القذافي، ولكن هل قدم حل بديل؟ ما قدمش حل بديل. حلف الناتو سقط القذافي ولكن بعدها ليبيا غرقت في الدمار، وين ولا صراع ما بين الميليشيات وما بين القوى الداخليه داخل
ليبيا. ولازم الشعوب تعرف حاجه، انه اي ثوره مدعومه من قوه خارجيه هي ثوره فاشله، لانه ما كاينش دوله تحوس لك على مصلحتك، لانه الثوره الحقيقيه هي الثوره اللي تكون داخليه، ثوره منطلقه من اراده شعبيه بالتغيير. لما تدعمك جهه اخرى فقط لانك تقوم بثوره وتسقط النظام، ومن بعد وراه البديل، هل هذه الجهه تحب لك الخير؟ ماش تحب لك الخير. وعندنا في ليبيا عبره، وعندنا في ليبيا مثال، حيث الناطو سقط القذافي. نعم القذافي طاغيه وديكتاتور، هذه اشياء لا نختلف عليها، ولكن هل قدم حلف الناطو بديل؟ هل ليبيا قدرت تلم نفسها من بعد؟ ما قدرتش. وبالتالي اي ثوره يكون فيها دعم خارجي هذه ثوره فاشله. انا شخصيا ثوره لا اعترف بها، هذا رايي الشخصي، انه الثورات المدعومه خارجيا هي ثورات فاشله، لانه دائما القوى العظمى او القوى الكبيره او القوى الاقليميه تبحث عن مصالحها ماشي عن مصلحه الشعب المضطهد او الشعب الذي يطالب بالحريه. النقطه الثالثه واللي بالك ماش تعجب الكثير من المشاهدين هي غياب ثقافه الديمقراطيه. حيث بنوع في ضمان انه الشعوب العربيه او شعوب المنطقه هي شعوب غير جاهزه للديمقراطيه. علاش؟ لانهم اغبياء؟ لا، ولكن سبب عدم جاهزيه هذه الشعوب الديمقراطيه هو انهم عاشوا في فتره كبيره نوع من الاستبداديه والانظمه الديكتاتوريه. نتيجتها واش حتكون؟ شعوب غير قابله للديمقراطيه. وبالتالي هو يشوف انه محاوله التحول من النظام الاستبدادي الديكتاتوري الى النظام الديمقراطي بين ليله وضحاها هذا خطأ كبير وخطأ جسيم، لأنه الشعب لم يتقبل بعد فكرة الديمقراطية، الشعب غير جاهز للديمقراطية. ودائما نرجع لمقولة مشهورة، مقولة لألفريد أدلر، حيث يقول أنه جوهر الديمقراطية يكمن في وعي الشعوب. الشعوب العربية كانت شعوب غير واعية، شعوب ما زال فيها منطق القبيلة والعشيرة هو المنطق المسيطر، شعوب لا زالت تسير بالعاطفة. والدليل أنه العديد من الأحزاب في جميع الدول العربية اللي وصلت للحكم بعد الثورات هي أحزاب إسلامية. المشكل ليس كونها أنا أحزاب إسلامية، ولكن طريقة وصول هذه الأحزاب للسلطة كان فقط عن طريق العاطفة وعن طريق إحياء المشاعر الجياشة للشعوب. احنا مسلمين ونقدروا نديروا تغيير، ويعطوهم هذوك الأحلام الواهية تاع الخلافة، ولما المسلمين كانوا قوة وكنا شيء عظيم. ولكن كل هذا خطأ، لأنه من المفروض الشعوب لما تقوم بثورة الشعوب لا تبحث عن الشخص المتدين او الشخص المسلم، وانما عن الشخص الكفء، لانه من المفروض يكون عندنا معيار الكفاءة ماشي معيار التدين. وملاحظة، عبد الوهاب المسيري توفى سنة 2008، يعني قبل موجة الربيع العربي. ولكن عبد الوهاب المسيري في كتاباته تكلم على أسباب فشل الثورات عند العرب، وبالتالي هذا الجزء حيكون عبارة عن إسقاط وقراءة لأفكار عبد الوهاب المسيري. من نوع فيلدمان في أمريكا نروحوا لشخص في المنطقة، المفكر المصري وعالم الاجتماع عبد الوهاب المسيري. عبد الوهاب المسيري اللي راهو ابن المنطقة وعنده معرفة كبيرة بخصوصيات المنطقة. بداية غياب مشروع وطني شامل. بالنسبة لعبد الوهاب المسيري انه الثورات العربية ما كانش عندها مشروع وطني او مشروع ايديولوجي اللي يقدر يجمع جميع الفئات الشعبية تحت مظلة واحدة. الهدف كان فقط اسقاط النظام، ازاحة النظام، لانه الكثير من الفئات ولات حابة هي تحكم، كثير من الفئات حابة تخلف النظام الحاكم وتمارس ديكتاتوريتها على الطوائف الأخرى. ونعطيكم كمثال ثورة في سوريا، الهدف منها هو إسقاط النظام، ولكن في خضم الثورة وفي وسط الثورة النظام مازال ما سقطش، الناس اللي كانت ضد النظام أصبحت متقاتلة فيما بينها. سوريا ولات مجموعة من المعسكرات تقاتل فيما بينها، العلويين مع السنة منقسمين للعديد من الجماعات، الأكراد من جهة أخرى. وبالتالي ما كانش كاين مشروع وطني انه لازم نديروا مشروع دولة وطنية، دولة حديثة تجمعنا ككل، ولكن كل شخص حايب الفائدة ليه وكل شخص حايب الفائدة للطائفة تاعو والناس اللي شاطروه في نفس الأفكار. غياب المشروع الوطني الشامل كان السبب الرئيسي في فشل ثورات الربيع العربي وفي غرق الدول العربية في الفوضى. النقطة الثانية لأسباب فشل الربيع العربي هو غياب الثقافة السياسية، حيث انه هذه الانظمه المستبده او هذه الانظمه الظالمه اللي خرجنا ضدها، انه هذه الانظمه ما كانتش فقط تقمع ولكن ما قدرتش تنتج مواطن، ما قدرتش مؤسساتها سواء كانت مؤسسات المدرسه ومؤسسات المجتمع المدني تغرس ثقافه سياسيه في المجتمع. وبالتالي لما تحركت الثورات لاسقاط الانظمه، المواطن في العالم العربي مواطن معدوم الثقافه السياسيه، ما عندوش ثقافه الدوله. انه هذه الانظمه غرست فيهم ما يسميه عبد الوهاب المسيري هو الولاء القسري، يعني كل شخص يكون موالي بالقوه ويكون موالي للقبيله تاعو. يعني نظام العشيره والقبيله كان من الاسباب الرئيسيه في فشل ثورات الربيع العربي. مثال باليمن، الشعب اليمني صار متماسك قبائليا. كيفاش؟ يعني كل شخص عنده ولاء لقبيلته، كل شخص متماسك مع القبيله تاعو، وبالتالي لما تبدا الفوضى كل شخص حيعود للجماعه تاعو وحيكون موالي للجماعه تاعو، وماذا به انه الجماعه تاعو اللي تحكم. وهنا راح تصرى المشاكل، لانه راح يدخلوا في حروب طاحنه وفي صراعات كبيره. وهذا الشيء شفناه في اليمن، حيث انه الصراع اللي كان ضد النظام الحاكم صار صراع ما بين الطوائف وما بين القبائل، والضحيه الوحيد كان هو الشعب
اليمني. الشعب اليمني اللي ما كانش عنده ثقافه سياسيه واللي ما عرفش كيفاش يسير الامور، لانه كما ذكرت لكم في بدايه الحلقه نوح فيلدمان يشوف انه الثوره ليست فقط حشود، ماشي تخرج برك وتسقط النظام، ولكن ما سيكون بعد الثوره. هل انت قادر على اداره الدوله؟ هل انت قادر على انشاء مشروع دوله وطنيه؟ يعني عزيزي المخدوع وعزيزي المواطن العربي، ماشي يخرج دير ثوره برك، ولكن لازم تكون عندك ثوره فكريه قبل الثوره السياسيه. نقطه اخرى اكد عليها عبد الوهاب المسيري هي غياب النظام العربي الفاعل. يعني الدول العربيه ما كانتش متعاونه فيما بينها، الدول العربيه كانت تعيش انقسامات وصراعات، كل جهه عندها ولاء الجهه اخرى، وبالتالي لما جات مجموعه من التحديات سياسيه اقتصاديه ما كاين واحد التعاون العربي وين يقضوا على المشاكل في دوله ما او في دوله اخرى. وبالتالي العالم العربي او ساحه الدول العربيه اللي عرفت موجه الربيع العربي ولات ساحه للصراعات، صراعات ما بين قوه اقليميه وقوه دوليه. من عبد الوهاب المسيري نروحوا لجيل كيبل. جيل كيبل اللي هو مفكر فرنسي ومختص في الدراسات تاع الشرق الاوسط. بالنسبه لجيل كيبل انه السبب الرئيسي في فشل الثورات العربيه هو غياب الثوره المؤسساتيه. كيفاش؟ بالنسبه لي انه اي ثوره في العالم باش تنجح لازم تكون كاينه ثوره شعبيه ولكن تواكبها ثوره مؤسساتيه، يعني تكون كاين اصلاحات من داخل النظام نفسه. لانه بالنسبه لي هذا التغيير تاع من الشعب للسلطه هو تغيير فاشل، ولكن يجب ان يكون تغيير على الصعيدين، تغيير على المستوى الشعبي وتغيير على مستوى السلطه. تكون كاينه اصلاحات قانونيه، اصلاحات مؤسساتيه، باش لما يجي حال التغيير او حال الثوره المؤسسات تكون جاهزه لاحتضان الثوره ولاستغلال الثوره لتحقيق اشياء احسن. لكن كاين بزاف حينتقدوه في هذه النقطه وحيشوفوا انه الانظمه الاستبداديه اصلا لا تبحث عن اصلاحات. انا شخصيا نحن ننتقدوا في هذه النقطه لانه كاين بعض الانظمه هي انظمه لا تبحث عن الاصلاحات وانظمه استبداديه، بالتالي علاش حيدير اصلاحات مؤسساتيه ولكن الاصلاحات اللي حديرها الانظمه هي فقط الاصلاحات اللي تضمن بقائها والاصلاحات اللي تضمن استمراريه النظام وفقط. وبالتالي هذه النقطه فيها شويه لغط وانا شخصيا نختلف معها في هذه النقطه. السبب الثاني بالنسبه لجيل كيبل هو غياب الهويه الوطنيه. كيفاش؟ انه هذه الشعوب العربيه اللي خرجت دير الثوره واللي خرجت ضد الانظمه هي شعوب لا تعرف من هي، شعوب لا تتفق على الهويه. هذا يشوف روحه علوي، هذا يشوف روحه سني، هذا ينتمي للقبيله فلانيه وهذا ينتمي للقبيله فلانيه، انتماءاتهم كامل لكل شيء فقط الوطن. هاد الشعوب ما فهمتش فكره انها هذه شعوب انت سوري وانت مصري وانت جزائري وانت تونسي. شعوب لم تتشبع بعد بافكار الهويه الوطنيه وشعوب ما تشبعتش بعد بافكار الدوله الوطنيه، لانه من المفروض ما دمنا نعيش في رقعه جغرافيه واحده فانه احنا عندنا هويه مشتركه. انا جزائري سواء انت كنت مصري او سوري، انت مصري وانتمائك يكون لمصر، انا جزائري انتمائي يكون للجزائر قبل كل شيء. الانقسامات العشائريه والانقسامات القبائليه هذيك اللي عرفتها الدول العربيه هي سبب صارم في فشل الربيع العربي، لانه الصراع اللي كان من الشعب للسلطه اصبح صراع ما بين الشعب، اصبح صراع ما بين القبائل والطوائف. والمثال عندنا دائما بسوريا، حيث انه كيبل يشوف انه هذه الدول العربيه اللي تعرف تنوع عرقي واثني ما عرفتش كيفاش تستغل هذيك التنوع في اشياء ايجابيه، ولكن هذاك التنوع سبب الانقسامات وسبب الدمار. لو نلاحظوا من بدايه الحلقه لحد الان نشوفوا انه جميع المفكرين اللي ذكرتهم اتفقوا على نقطتين، انه سبب فشل الثورات العربيه اولا هو غياب الثقافه السياسيه، يعني الشعوب العربيه لا تملك ثقافه سياسيه ولا تملك ثقافه الدوله. وبالمناسبه هذا ليس اهانه للشعوب العربيه وانما هو فقط اعراء الواقع المعاش في العالم العربي. حقيقه الشعوب العربيه لا تملك ثقافه سياسيه، فقط القله القليله تملك الثقافه السياسيه. اما السبب الثاني اللي ذكروه جميعا هو الانقسامات الطائفيه والعشائريه. وبالتالي لو مستقبلا الدول العربيه حابه تنجح، انا من هذا المنبر راح نتكلم انه لو ارادت اي ثوره او اصلاح اجتماعي واصلاح سياسي في الدول العربيه يجب ان يكون قبله اصلاح فكري. لازم المواطن العربي تولي عنده ثقافه سياسيه، لازم المواطن العربي يتجاوز ذوك الاختلافات العشائريه والقبليه والطائفيه الى اخره. لازم يتيقن انه هو مواطن وليس فرد في قبيله او في عشيره. ولو راح نبقاو بنفس النمط تاع القبيله والعشيره وغياب الثقافه السياسيه راح نبقاو ندوروا في حلقه مفرغه وماش تتحقق الديمقراطيه في العالم العربي. وبالتالي انت اللي راك تشوف فيا لا راك حاب بلادك تولي بلاد ديمقراطيه، لازم تولي انت عندك ثقافه سياسيه. انا ما عادش نكذب عليك وما عادش نعطي لك الكلام اللي يفرحك ولا الكلام اللي يرضي العواطف تاعك. نعم الانظمه في سوريا في مصر في ليبيا في اليمن الى اخره ارتكبت تجاوزات، ولكن هذيك التجاوزات هي غير مبرره حقيقه، ولكن في نفس الوقت غياب الثقافه المجتمعيه وغياب الثقافه السياسيه عند المواطن العربي هو اللي ادى
للفوضى. وهنا نستنتجوا شيء، انه ذنب فشل الربيع العربي تتحملوا 3 قوى. اولا القوى الاقليميه والقوى الدوليه. القوه الثانيه اللي هو النظام السياسي او السلطه داخل البلاد. اما الجهه الثالثه اللي تتحمل فشل ثوره الربيع العربي هو الشعب العربي بذاته. والان نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. نتمنى هذه الحلقه كانت مفيده. ما تنساوش تشتركوا بالقناه، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم. سلام.